السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على أحلى صحبة في الدنيا. النهاردة حبايبي هنعمل شوية ليفت الحلوين دولت، بما إن الليفت بقى موجود دلوقتي والموسم بتاعه، فنعمل طريقة كده ما فيهاش أي حاجة وسهلة جدا، إن شاء الله تطلع معاكم أحلى حاجة. زي ما احنا شايفين أنا جبت الليفت غسلته نقعته يوم كامل عشان لما أجي أغسله يتغسل بسهولة ما لاقيش فيه أي حاجة بتضايقني فيه. بعد كده جبت الجذوع بتاعته برضو قطعتها وهندمتها كده وغسلتها غسلة كويسة جدا. ما ننساش اليوم يعني الكام ساعة اللي احنا بننقعه فيهم دول بيسهلوا التنظيف بشكل رهيب. وما ننساش كمان الفرشة اللطيفة دي بتاعت الخضار اللي تبقى موجودة عند كل بنوتة وهي بتعمل حسابها في حاجة بيتها، فرشة لتنظيف الخضروات وفرشة لتنظيف الفاكهة. هتنضفي تفاح، هتنضفي اي حاجة من الفواكه تخصصي لها فرشة، والفرشة التانية لتنظيف البطاطس الجزر، الحاجات اللي ممكن يكون فيها شوائب ممكن تبقى مستخبية في مسامها. زي ما احنا شايفين انا جبت الليفت، وطبعا حجمه متوسط زي ما احنا شايفين، وبقطعه يعني حاجات على قد ما هيتاكل كده صغير. طبعا انا الصغيرة قوي مش بحبها، والكبيرة قوي طبعا بتبقى شايخة من جوه، فانت تجيبي الحباية المتوسطة زي ما احنا شايفين حجمها كده. طبعا انا بعمل كام واحدة عشان اوريكم. زي ما انتوا شايفين قلبها من جوه ابيض زي الشمع، ويا رب يكون باين مفيش ولا واحدة فيها تحس انها مفرغة او في حاجة من جوه. وبالنسبة للبلانشة اللي انا بعمل عليها، بصوا يا جماعة، بصوا لونها عامل ازاي. انا هوريكم كمان منديل وامسح لكم بيها واوريكم ازاي ان انتي بتقعدي تغسلي الحاجة لحد ما بتخليها زي القشطة. المهم زي ما احنا شايفين التقطيعة، التقطيعة دي يعني تخصك انت، ممكن تكوني بتحبي تعمليها 4 ارباع كده تبقى حجمها كبير، بس انا عندي في البيت بيحبوا اللي يمسك حتة اللفت يبقى ماسكها على قد ما هياكل، حاجة كده صغيرة. بصوا انا بوريكم يعني اهم حاجة في شغلكم النظافة. بصوا المنديل عامل ازاي، انا بحاول اوريكم كذا مرة، اوريكم البلانشة اللي انا بقطع عليها. بصوا قد ايه مفيش اي شوائب، مفيش اي حاجة. صحة ولادك وصحة اي حد بياكل من ايديكي دي امانة في ايديكي، ربنا يحاسبك عليها. لازم تغسلي الحاجة كويس، لازم تنضفيها كويس، مش بس عشان الفيروسات والقرف اللي احنا فيه، عشان كمان انت تبقي ضامنة ان ولادك بياكلوا حاجة كويسة. هجيب انا بقى اللفت زي ما شفنا كده واحط عليهم 3 معالق ملح. يا جماعة الملح ده هيخلي اللفت يبك المية اللي فيه، وهيخليه يمسك نفسه كده ويبقى ناشف، يقعد على قد ما يقعد عندك لغاية اخر حباية، ما يطراش وما ينعمش وما يبقاش بشكل انت مش حباه. المهم انا سبته بتاع ساعة على بال ما لفيت حوالين نفسي كده وعملت شوية حاجات ورجعت له. انا بحاول اجيب حاجة عشان اوريكم ايه المية اللي بنزلها. طبعا مش مالكة، ثانية واحدة هبقى اجيب طبق عشان احكم بيه اكتر. انا بس حابة اوريكم يعني شوية الملح دول عملوا ايه. نزلوا شوية مية منه، المية دي خلت اللفتاية ماسكة نفسها كده وناشفة، بحيث ان هي مش مجرد ما تتحط في المية تلاقيها نعمت زيادة عن اللزوم. معلش انا اسفة في اللفظ، تلاقيها مزلقة كده، تمسكي اللفتاية تلاقيها ناعمة جدا. طبعا ده اللي البطرمان بتاعي اللي انا هشتغل فيه. البطرمان ده على قد ما انتوا شايفينه حندوقة كده بياخد 3 كيلو لفت، يعني هو صغير بس بصراحة جميل معايا وحجمه جميل جدا. زي ما احنا شايفين انا بنزل بشوية من اللفت اللي صفينا ميته، ومقطعة بنجرايه ومقشراها كده اهوت، وببتدي احط ايه كل شوية لفت احط كام قطعة بنجر صغيرين. طبعا انا ما بحطش شطة، انا بجيب القرون زي ما انتوا شايفين دي بخرمها بالشوكة، عشان احنا ما بنحبش الحراق كتير، بحط قرن واحد. لو انتي بتحبوا الحراق حطي 3 4 قرون، ممكن كمان تقطعيهم طرنشات هيديكي حراق اكتر. ممكن تحطي شطة، المهم على حسب ما انتي عارفة حبيبتي بيتك وولادك بيحبوا ايه. بس طبعا خير الامور الوسط، انتي علميهم دايما على الوسطية. حتى لو انتي عارفة ان هم بيحبوا الحراق حاولي تخلي لهم الحاجة اقل شوية. طبعا الكمية ما اتاخدتش كلها في البطرمان، مش فارقة، انا عملت الفاضلين دولت حبة صغيرين قوي في بطرمان صغنن كده. بعد ما نزلت بيهم نزلت بلتر ونص مية. ويا جماعة انا عايزة اقول لكم حاجة، المية اللي هتعملوا بيها اي مخلل لو مش مغلية يبقى من الفلتر، ما عندكيش فلتر يبقى لازم تغليها وتسيبيها تبرد. لو حطيتيها دافية هتعجل باللفت وهتخليه يتهري. طبعا لازم تبقى مية ساقعة عادية، يا اما من فلتر زي ما قلتلك، يا اما انت بتغليها. لو خدتي من الحنفية دايركت ما ينفعش.
المهم انا حطيت على لتر ونص ميه 3 معالق ملح، ما تنسوش ان انا حاطه شويه ملح في النقع، وحطيت شويه خل صغيرين قيمه معلقه. في ناس بيقولوا بلاش خل، ما ينفعش يا جماعه، ده مخلل يعني، يا خل يا ليمون. بما ان اللفت ما بيحبش الليمون فالخل بيخليه تحفه. انا بحط له على فكره، بس معلش نسيت اقول لكم، سنه سكر. سنه السكر دي بتاع نص معلقه سكر، انا حطيتها ونسيت اقولها لكم وانا بتكلم. يبقى حطيت 3 معالق، دول 3 كيلو لفت، حطيت عليهم 3 معالق في الاول وهو ناشف اما صفوا ميتهم، وحطيت 3 معالق في لتر ونص ميه مع نص معلقه سكر. طبعا العروش الجميله اللي انتوا شايفينها دي انا بحطها من فوق عشان لما اغطي اللفت آه ينزل لتحت، ما يبقاش في وش غامق، ما يبقى ليش الحبه اللي على الوش لونهم مغمقين ومن تحت ابيض كده او بامبي وجميل. فانا بضغط بيهم، حطي 3 4 5 زي ما انت عايزه. اما تيجي تنزلي بالغطا هيروح كابس لتحت، هيخلي الميه طايله اللفت كله، وهيطلع معاكي احلى حاجه في الدنيا. وطبعا كل ما يبقى الغطا محكوم معاكي كل ما يكون حلو. لو الغطا كبس معاكي بينزل ضغطه واحده كده، حطي كيس كويس يعني واضغطي عليه. لو طبعا زي عندي كده بيتربط كويس، خلاص كفايه الغطا، هيبقى كويس جدا وهيطلع معاكي احلى حاجه. طبعا هنشوف مع بعض لون اللفت الجميل، لون الميه الجميله اللي بيحبوا ميه اللفت، ان شاء الله يطلع احلى حاجه معاكم. والسلام.